سلام اخوان اخوات، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في صحه جيده. الهوكستانيين مرضوا في حياتهم وطرطقت ليهم المراره. قال لك علاش هيفاء وهبي وبلقيس يلبسوا القفطان ماشي مغربي، القفطان الجزائري، ونوضوا نعلو الشيطان، المهم عصبوهم، طرطقوا لهم المراره. نخليكم تشوفوا هيفاء وهبي وبلقيس ما شاء الله كي دايرين مع القفطان واللبسه ديالو والحطه المغربيه. شوفوا لي تبارك الله هيفاء وبلقيس في القفطان. شوفوا هيفاء وهبي تبارك الله في النطاع الفاسي كي جات، وشوفوا تبارك الله بلقيس ما شاء الله كي جات في التكشيطه المغربيه. شوفوا تبارك الله ما يطرطقوش لهم مراتهم هادو. اجي تشوفوا واحد الهكاويه مرضت طرطقت عصبتها هيفاء وهبي، ولكن تبارك الله عليك هيفاء وهبي عرفتي تستفزي لينا دولة هوكستان. نخليكم تشوفوا الفيديو ونرجعوا. استناو، هيفاء وهبي في المروك ولبست قفطان القاضي الجزائري. الله يسترنا من ذوك العباد، مش قادرين يعيشوا بلا بينا. القاضي الجزائري لبسوه الجزائريات ولبسوه ناس مشهورة ومعروفين، بينهم زوجة الرئيس الراحل هواري بومدين. قفطان والهكاويه هذاك القفطان اللي لابساه مرت الرئيس ديالكم الراحل، سيري بحثي وقلبي وعرفيه منين جاها اصلا، ماشي من الصنع ديالكم. هذاك عطاه لها كادو الملك ديالنا الراحل الحسن الثاني، وهي قطرات الكادو ولبساتو، فهمتي؟ سيري بحثي وقلبي وعاد اجي خرجي بفيديو. كملي اختي نسمعوا. حبوا يكوبيوه وعطاو حاجة اللي ماشي شابه بزاف الصراحه، لبستها هيفاء وهبي، واصلا كاين وحده جزائريه لبست حاجه تشبه لها من قبل، تخيلوا يعني. المهم نهضروا على هذه المغنيه اللي ماشي اول مره تدخل في حاجه تحوس تسب فيها الجزائر ولا ما تمشيش في مصالح الجزائر. كي كانت كاينه مشاكل بين الجزائر ومصر سبت الجزائر، اللي كانوا متابعين هذه المشاكل على بالهم. وهذه المغنيه بالذات ممنوعه من دخول الجزائر، والجزائر كما على بالكم ما تفرنيش على المغنيين، وعلى هكا هذا الناس ذممهم تشترى بالنقود كما بلقيس راكم عارفين. ايوا كما شفتوا هيفاء وهبي وبلقيس مرضتهم في حياتهم، مرضتهم خرجوا يهضروا عليها في التيك توك، في الفيسبوك، في تويتر، ما خلاو فين جبدوها. مهم هي وبلقيس مرضتهم في حياتهم، وقال لك مانعينها من دخول لدولة هوكستان. اختي فين غتدخل؟ فين؟ مزيان نحبسوها ما خليتوهاش تدخل. فين غتدخل؟ يلا تصوروا معايا هاد السيده مشات لدولة هوكستان وبغات تدوش الصباح تحلدوش ما تلقاش. صوروا حتى هي غادا هزه بوديسه وغادا غادا حتى هي تشد النوبه باش تعمر الماء باش تدوز. فين اختي غتدخل؟ سيروا صلحوا الوضعيه ديال بلادكم عاد تدخلوا المشهورين والمشهورات. وباز قال لك كنشريو الممثلين باش يلبسوا لينا القفطان المغربي. معليش الشيطان وحشمي على عراضك. هذوك الممثلين والممثلات والمعروفين كلهم ملي كيلبسوا القفطان المغربي كيقولوا هذا راه قفطان مغربي، ما كيقولوش هذا قفطان جبناه من دولة هوكستان، لا تيقولوا لابسين القفطان المغربي. وعمري بها فمك وشليه فمك بمظهر عاد جبتي القفطان المغربي وموتي بالسم. عمرو ما يتنسب لكم، واخا تعياو وتحاولوا تنسبوه لكم ما غيتنسبش. نخليكم تشوفوا واحد الفيديو اخر وجي نضحكوا شويه. شوفوا لي جيراننا المهبولين قبل ما يعرفوا التراث المغربي كي كان لبسهم وكي كان شطيحهم. شوفوا معايا، شوفوا على حاله. شوفوا قالت لك القفطان تاع، شوفوا ما هو صايا ما يا اختي زيدي هكاك، برافو عليك. هاد الناس هبلوا بينا وحماقوا بينا وحق الله العظيم غيبقاو حتى قلت لكم غيطير لهم الفريخ مع. شوفوا لي هاد الهكاوي شنو هاز، راه قلت لكم حافظين ما فاهمينش. شوف هاز تاج المملكه المغربيه الشريفه، مقلدين الدفوع ديال العروسه، وها مقلدين حتى التاج ديال المملكه الشريفه المغربيه.
شو على حاله. شوف ما فاهمين حتى شي حاجه اصلا. هذا ما فاهمش هذاك التاج ديال من واين دوله وشنو هو اصلا. راه باينه ما فهموش من هازو في دولتهم وهازو. راه قال لكم فري مسكين مغرفه وحده ما كذبوش. لا نتوما راه الرئيس ديالكم بلا ما نجبدوا سميتو. جينا لنهايه الفيديو. نتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم وما تنساوش اختكم منى من لايك كومونتير زوين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه اخوتي المغاربه، كنحبكم من القلب. الى اللقاء.